بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة عملت فيديو جميل قوي يا جماعة، تتفرجوا عليه. تحفة تحفة تحفة. عملت اللحمة الضاني في شوربة مغربي بطريقة حلوة قوي قوي، وعملت جنبها الرز الأصفر باللومي والقرفة. جميل جدا. يلا بينا نشوف الطريقة احنا عملناها ازاي. يلا يا حبايبي. تحفة فيديو هيعجبكم خالص. واللي يعجبه الفيديو يا جماعة يكتب لي في التعليقات عجبكم الطريقة وحلوة، وطعم الشوربة المغربي تحفة، ما فيهاش ريحة الضاني زي ما انا طبخها كده. جميلة جدا جدا. يلا بينا نشوف احنا عملنا الفيديو ازاي. وبألف هنا يا حبايبي، بألف ألف هنا. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة يا حبايبي هعمل اللحمة الضاني بطريقة حلوة قوي. هنعمل شوربة مغربي اللي بتتعمل عندنا في مطروح. احنا في الساحل الشمالي زي ما قلت لكم، احنا في مرسى مطروح. والشوربة المغربي دي عندنا هي يعني اكل البلد عندنا، حاجة جميلة جدا جدا. عندي اللحمة الضاني اهي شطفها زي الفل. وهنا خرجت بصلة وحطيت عليها معلقة سمنة، زبدة، حتة دهنة، زي ما انت عايزة، اي دهن تحبيه حطيه. هنا خرجت بصلة اهوت، وهبدأ بقى خلاص هي دوبك البصلة هتدبل اهي. هبدأ احط عليها اللحمة واشوحها تشويحتين كده. هنعمل يا حبايبي الشوربة المغربي. الشوربة المغربي دي شوربة ليبية اصلا يا جماعة، اكلة ليبية، بس بان احنا جوار ليبيا فمطروح كلها بتعملها. الشوربه المغربي تحفه تحفه تحفه، وما بتتعملش يا جماعه الا مش اللحمه الضاني. كده خلاص البصله معايا دبلت بالطريقه الحلوه دي. هبدا احط اللحمه تاخد تشويحه بسيطه كده مع البصله بالطريقه الحلوه دي. كده البصله خلاص اهي دبلت خلاص. انا عايزاها بس ايه تطلع سكرها بس البصله، عشان اللحمه تاخد صدمه في البصله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اهو اهو يا حبايبي كده. نحط اللحمه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنحط اللحمه كده. اللحمه الضاني يا جماعه لازم تتعمل بيها الشوربه المغربي، تكون لحمه ضاني بالطريقه الحلوه دي. وهنبدا نقلبها. ونقلبها كده شويه في البصله، ونبدا نحط لها التوابل. البصله كده بتخليها طعمها جميل جدا جدا جدا. طبعا ده ضاني يا جماعه. هقول لكم تعملوا ايه للضاني عشان ما تشملوش ريحه خالص ان هو ضاني. هقول لكم تحطوا له ايه، ان تحس ان هو مش لحمه ضاني، تحس ان هي لحمه عاديه، لحمه بقري عاديه. ابدا اجيب التوابل اهو يا حبايبي. انا كده سبتها شويه في النار اهو. خدت تشويحه حلوه اهي، ما نزلتش ميه ولا اي حاجه عشان صدمناها بالنار. مش عايزين بقى ريحه لحمه ضاني فيها خالص. هنحط لها ايه بقى يا حبايبي؟ هنا ملح وفلفل اسمر وكمون. الكمون ده بيخليش ريحه خالص للحمه الضاني. وهنا حبيتين حبهان كده. احطها كده التوابل على بعضها كده. هتقولي هتحط لها يا ام حماده ملح قبل اللحمه تستوي؟ اه يا جماعه، اللحمه الضاني صغيره بتستوي بالملح عادي. ما احنا بنتبلها لو هنشويها، بنتبلها بالملح وبكل التوابل قبل ما نشويها، لان اللحمه الصغيره، اللحمه الضاني صغيره يا جماعه، ما بتاخدش سوا. هنحط كمان عليها واحده من الطماطم كده اهي، بدات تنشف اهي يا حبايبي. وهنحط عليها كمان باكو من الصلصه، صلصه الطماطم بالطريقه الحلوه دي. شفت نشفت ازاي؟ ما شربتش ميه ولا حاجه ازاي اهي. دي اللحمه الضاني ما فيش بقى فيها ريحه. بالكمون يا جماعه، في حبه الكمون دولت ما بيخلوش ريحه للحمه الضاني نهائي. وده مجرب، وجربوه واكتبوا لي في التعليقات
انا كلامي صح ولا غلط؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده هنغطي عليها سنه صغيره ونرجع لها تاني. اهو يا حبايبي شفتوا اللحمه كده، بسم الله ما شاء الله. دي اللحمه الضاني يا حبايبي بالطريقه الحلوه دي، كانك ما بتعمليش ضاني خالص. بحبه الكمون مطلعين ريحه 10/10 بالتوابل اللي انا حطيتها دي. هنحط لها كمان قرنين فلفل، قرنين فلفل بالطريقه دي معاه. طبعا الفلفل ده حامي اختياري، عايزه تحطيه تحطيه، مش عايزه ما تحطيهوش. كده اهو. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. كده بقى هنبدا نزودها الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. الطريقه الحلوه دي، شوفوا يا جماعه الشوربه بتاعتها تحفه. اهو كده هنعمل الشوربه دي، هنعمل فيها شوربه المغربي. بس هنسوي اللحمه الاول شويه كده 3/4 سوا، ونبدا بقى ايه نجهز الشوربه المغربي معاكم. شوربه مغربي تحفه تحفه تحفه. دي اكله ليبيه اصلا، بس بتوع مطروح عندنا بيعملوها. الجمال والحلاوه دي. شفتوا الشوربه رايقه ازاي اهي، ولكنها شوربه ضاني بالحلاوه دي. هبدا بقى اغطي عليها، سيبها تستوي 3/4 سوا ونرجع لكم. اهو يا حبايبي شفتوا اهي اللحمه الضاني يا جماعه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بالطريقه الحلوه دي هتاكلي تشربي احلى شوربه وتاكلي احلى لحمه بالطريقه دي، بالطريقه ام حماده دي. احلى لحمه ضاني هتاكليها. ده الضاني يا جماعه. طبعا احنا مطروح مشهوره بالضاني، عندنا الضاني بيتعمل على طول وبيندبح على طول. ده الاكله المفضله عندنا في مطروح. حلوه قوي 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 وتحفه. وهنعمل ان شاء الله في الشوربه دي معاها كده ما تستوي 3/4 سوا الشوربه المغربي. خليكم معايا فيديو استفاده جدا جدا جدا. وهنعمل جنبها رز اصفر اللي بيتعمل جنب الشوربه دي. اهو يا حبايبي انا كده خلطت بصل اهوت، خلاص هتاخد لون صغير كده. هنعمل الرز برده جنب الشوربه المغربي. كده انا خلطت بصله اهو، وهنحط فيها قرفه، وهنحط فيها لومي، وهنحط كركم، حبه كركم، وهنقلب كله في بعضه كده الطريقه الحلوه دي. وهنبدا بقى ايه نغسل الرز ونصفياه غسله كويس ونصفياه. هبدا بقى يا حبايبي هحط الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا غسله الرز من ساعتها ونصفياه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي انا كده قلبت الرز اهو في الكركم والحاجات الجميله دي. هنبدا بقى نظبط الملح بتاعه وايه ونسويه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنظبط الملح بتاعه كده ونقلبه. عايزين نزوده شوربه ماشي، عايزين نزوده ميه ماشي براحتكم. انا هحط له بقى كرشتين شوربه كده والباقي ميه بالطريقه الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي كده قلبته كويس، وهبدا بقى احط له ايه كبشتين شوربه كده. وهنكمل الباقي ميه بالطريقه الحلوه دي. ونسوي بقى الرز. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده الرز 10/10 كده. هنغطيه بقى يستوي. هنغطيه يستوي. وهنا اللحمه الضاني هي يا حبايبي هنعمل فيها ايه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هنا بقى خلاص دخلت في السوا اهي، دخلت في السوا. هنحط عليها بقى كده لسان العصفور. هنحط عليها لسان العصفور وهي بتغلي كده.
بالطريقه الحلوه دي. تمام. وهنسيب لسان العصفور يستوي فيها كده مع الشوربه ومع اللحم. هنسيب لسان العصفور يستوي كده مع الشوربه ومع اللحم، وهنشوف هنحط لها ايه تاني يا حبايبي. هنغطيها كده ونسيبها تستوي، لسان العصفور يستوي مع اللحم. هي دي طريقه الشوربه المغربي. اهو يا حبايبي هنشوف الرز. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بدا يشرب ميته اهو. احلى رز هتاكلوه رز بالاصفر بالكركم والقرفه واللومي. حلو قوي قوي يا جماعه. طبعا احنا بنعمله على طول هنا كده جنب الشوربه المغربي. ده اكله ليبيه اصلا، بتاع مطروح كلهم بيحبوها. وعلى فكره يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، اطيب شعب في الدنيا شعب مطروح. شعب طيب جدا جدا جدا، وشعب كريم جدا جدا فوق ما تتخيلوا. مطروح شعبها كريم جدا جدا وبيحبوا الناس كلها، وشعب كرم. يعني انا لفيت كتير والله ما لقيت كرم مطروح. مطروح كريمه جدا جدا جدا. وده اكل، ده اكل مطروح، الا الرز الاصفر والشوربه المغربي تبقى بالجمال والحلاوه دي. يلا نغطي بقى الرز، خلاص نشف اهو الميه، نغطيه ايه يتلدن بقى. وهنا بقى الشوربه يا جماعه، ادي الشوربه المغربه اهي باللحمه. طبعا حطيت فيها لسان العصفور قدامكم اهو، حطيت لسان العصفور. هتستوي كده بلسان العصفور، وبعد كده نشوف هنحط لها ايه. تمام. اهو يا حبايبي كده الشوربه المغربي استوت. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. لسان العصفور استوى فيها اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو لسان العصفور استوى فيها. في ناس بتحمر لسان العصفور، لا بس الافضل ان يتحط كده زي المكرونه، يتسقط زي المكرونه كده. كده استوى خلاص. هنا شويه نعناع اخضر هنحطهم كده، بيخلوا طعمها في حاجه في حته تانية خالص. بسم الله ما شاء الله. النعناع الاخضر ده، او ما عندكش نعناع اخضر يبقى نعناع ناشف تفركوا عليها شويه. وهنحط خلاص هي كده خلاص استوت. هنحط عليها ايه تاني بقى يا حبايبي؟ ده النعناع الاخضر بيديلها طعم وريحه، او نعناع ناشف تفركوا عليها شويه. هنحط عليها بقى شويه خضره، بقدونس، كزبره، اي حاجه. انا عندي خضره في الفريزر اهو مفروزاها اهو. نحط عليها شويه خضره، بقدونس، شويه بقدونس كده مفروكين بالطريقه الحلوه دي يا جماعه. ودي الشوربه المغربي بتاعتنا بالحلاوه دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بتحط الخضره بقى خلاص، قربت تطفي خلاص بالطريقه الحلوه دي. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. كده الشوربه استوت. تدوقوها بقى يا جماعه، شوربه تحفه. دي الشوربه المغربي. بس طبعا في ناس بتحبها صلصتها تقيله شويه عن كده، احنا بنحبها الصلصه بتاعتها خفيفه شويه، ما بنحبهاش طماطم كتير فيها يعني. حاطط لها بس باكو صلصه يديها اللون ده، لكن مش بنحبها طماطم كتيره كده زي الطبيخ، لا هي شوربه كده حلو. كده بقى هنغطي عليها ونغرف بقى. وهنا الرز استوى اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهو استوى الرز، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ده الرز اللي احنا بنعمله معاها كده. خلاص اتلدن اهوت، وهنغطي عليه كمان حبه. خلاص الرز كده استوى، وهنطفي عليها بقى. اهي الشوربه هي يا حبايبي كده استوت خلاص، ونغرف الرز اهو يا حبايبي. انا كده غرفت اهوت الرز الاصفر جميل جدا جدا باللومي والقرفه. ودي الشوربه المغربي يا حبايبي اهيت. بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. اهي يا حبايبي الشوربه المغربي اهي، جميله جدا جدا جدا. ودي عمايلنا احنا هنا في الساحل الشمالي، الشوربه المغربي دي باللحمه الضاني حلوه قوي قوي. جربوا بالطريقه دي هتاكلوا احلى احلى لحمه ضاني انتوا كلتوها. وبألف هنا يا حبايبي. وده اكلنا النهارده اهو بألف هنا يا حبايبي. ده الشوربه الضاني، وده الرز الاصفر، تحفه 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 اهو. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد بمشيئة الرحمن. واللي يعجبه الفيديو يا جماعه يحط له لايك ويشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. دي طبيخ اللحمه الضاني بطريقه حلوه، ولا بيبقى فيها زفاره ولا بيبقى فيها حاجه، بالطريقه اللي انا طبخت بيها دي. وبألف هنا يا حبايبي، بألف ألف هنا. يلا اشوفكم فيديو جديد بمشيئة الرحمن، مع اختكم محمده باذن الله اقدم لكم كل الجديد. مع الف سلام.